درويش هيقول لنا فكرة عن نشأة فنان الشعب الأستاذ سيد درويش. مش جاي عشان أتكلم، وأنا فوجئت إن أنا هتكلم، ويسعدني إن أنا أتكلم برضه مع ناس جميلة جاية تسمع وتحضر ندوة احتفال ذكرى سيد درويش. احنا عايزين نقول عن سيد درويش كلمتين مختصرين، ما بنحبش نتكلم ونقول كلام كتير. كلنا نسمع طبعا عن سيد درويش ان سيد درويش كان فنان الشعب. سيد درويش وكلمة فنان الشعب اللقب اللي خده سيد درويش من أفوه الشعب نفسه. ما خدش لقب فنان الشعب عن طريق أي جهة أو أي مصدر أو أي وزارة أو أي رئيس، لا، خدوا مننا. إحنا اللي قلنا عليه فنان الشعب. قلنا ليه عليه فنان الشعب؟ لأن هو كان بيغني لينا إحنا، ما غناش لا الملك ولا الوزير ولا الرئيس، غنى لكل طوائف، غنى لكل الحرفيين، غنى لكل المجالات، غنى للمرأة المصرية، غنى للإنسان العامل، غنى للبنا، غنى للسقا، غنى لكل الطوائف وكل الناس اللي هي كدحت في البلد. لا، هو غنى للحشاشين، هو كان بيحارب الحشاشين عن طريق ألحان. جه في مرة قال عن الحشاشين كلام كتير ولحن ألحان كتير عشان يحس الناس على إن كل ما هو يغيب ويذهب العقل فالمفروض ان احنا نبعد عنه. سيد درويش نشأة بسيطة جدا جدا، كان فقير جدا جدا، عمل في كل الطوائف، عمل بنا وعمل نجار، اشتغل، سافر، كافح عشان لقمة العيش، سافر عشان يجيب قوت أسرته لما والده توفى وأصبح زمام الأمور في إيده وهو المسؤول عن أسرة بالكامل. سيد درويش ساب الدنيا كلها عشان خاطر بلده، غنى للشعب وغنى لكل الناس. أنا طبعا مش متحدث، ولكن أنا بقول خواطر عن سيد درويش، وهترك الميكروفون لأساتذتي الكبار في الحوار والحديث يتكلموا عن سيد